قناة خواطر إسماعيل تقدم نبذة قصيرة عن يوم العلم وعن العلامة عبد الحميد ابن باديس. ما هو عيد العلم أو يوم العلم؟ وما هو تاريخ الاحتفال به؟ وهل هذا العيد يوم وطني أم دولي؟ هذا ما سنوضحه في هذا الفيديو، فتابعونا حتى النهاية لتستفيدوا. عيد العلم هو عيد يحتفل به تكرما لعلم الدولة، فلكل دولة يوم خاص للاحتفال بعيد العلم. في الجزائر يوافق هذا اليوم يوم 16 أفريل من كل سنة. تأسس اليوم الوطني للعلم بموجب مرسوم رئاسي وافق عليه هواري بومدين سنة 1976 ميلادي، بعد أن تناقش مع وزير التربية. ويحتفل بهذا اليوم تمجدا للعلماء الذين نشروا العلم في الجزائر. ويصادف هذا اليوم يوم وفاة العلامة الجزائري عبد الحميد بن باديس، الذي ولد سنة 1307 هجري الموافق ل4 ديسمبر 1889 ميلادي، وتوفي سنة 1358 هجري الموافق ل16 أفريل 1940 ميلادي. وهو من رجال الإصلاح في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. إن آثار العلامة بن باديس عملية قبل أن تكون نظرية في كتاب أو مؤلف، والأجيال التي رباها كانت وقود معركة تحرير الجزائر. من أجمل التحف الفنية الشعرية للعلامة بن باديس قصيدة شعب الجزائر مسلم. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يا نشأ أنت رجاؤنا، يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب. خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، وارفع منار العدل والإحسان واصدم من غصب، وقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب، وأذق نفوس الظالمين سما يمزج بالرهب، واهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، ومن كان يبغي ذلنا فله المهانة والحرب. هذا نظام حياتنا، بالنور خط وباللهب، حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قد ذهب. هذا لكم عهدي به، هذا لكم عهدي به، حتى أوسد في التراب. فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب، تحيا الجزائر والعرب. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليعم النفع. جزاكم الله عني كل خير.